اهلا طلابنا الحلوين اللي دايما معانا ممتازين. النهارده ان شاء الله يا شباب مع بعض هنشرح زمن جديد وهو الباست سيمبل، الماضي البسيط. ينفع لجميع المراحل الابتدائيه وجميع المراحل الاعداديه، وزي ما احنا متعودين او زي ما شفنا في الفيديو الاولاني البريزنت سيمبل. النهارده هناخد الباست سيمبل وبرضه هناخد عنه 5 حاجات. طيب تعال نشوف بقى ايه ال5 حاجات بتوعنا. الباست سيمبل يا سيدي اهو، كلمه باست سيمبل يعني ماضي بسيط، برافو عليك. باست سيمبل يعني الماضي البسيط. طيب احنا اتفقنا نعرف عن كل زمن 5 حاجات. الماضي البسيط. طيب اول حاجه بنعرفها عن اي زمن هي اليوسج، هي الاستخدام. مين فاكر الماضي البسيط بيستخدم في ايه؟ امتى بنستخدم الماضي البسيط؟ المضارع البسيط بتاع الحصه اللي فاتت كان بيعبر عن حقيقي مؤقت ثابت. الماضي البسيط بقى النهارده بيعبر عن شيء حدث وانتهى في الماضي. يعني اي حاجه عملتها وخلصت في الماضي خلاص ده ماضي بسيط. يعني انا عايز اقول انا سجلت الفيديو القديم، انا خلصت الحصه، هستخدم باست سيمبل، وادي اول حاجه من ال5. نيجي لتاني حاجه عندنا وهي الفورم اللي هو التكوين. طيب بص يا سيدي، الماضي البسيط او اي جمله في الدنيا في اللغه الانجليزيه عموما تبدا بالكلمه الجميله دي. مين ده يا عم؟ ده اسمه السبجكت. كلمه سبجكت يعني الفاعل. مين الفاعل ده؟ او ايه الفاعل اللي بيكون في الجمله ده؟ الفاعل ده هو كل الضمائر او اي اسم جمع او اي اسم مفرد. يعني لما اجي اقول لك الفاعل ده كده انا اقصد بيه انك تكتب لي الضمير اي او هي او شي او ات او وي او يو او زي او اي اسم جمع او اي اسم مفرد. ده كده اسمه مضارع بسيط، كل الناس دي عادي مع بعض، ده اسمه فاعل. المهم بقى ان الماضي البسيط ده بعد ما بتكتب الفاعل ده بتاعه لان كلهم زي بعض مش بيختلف حاجه عن الثانيه خالص، اما اجيب بعدين بقى التصريف الثاني للفعل، ودي المشكله. يبقى الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل وقبله كل الضمائر. طيب مين بقى التصريف الثاني للفعل ده بقى يا عم؟ تعالى يا عم كده ناخد كده ايه يعني حته كده على جنب كده نشوف ايه موضوع ده. اولا فيربز يعني فعل، دي الافعال بشكل عام. اي فعل في الدنيا في اللغه الانجليزيه ليه شكلين. يعني اللغه الانجليزيه كلمه الفيرب ده اللي هو فعل اهو يا عم، بالعربي بلاش بالانجليزي اهو، ده الفعل. الفعل في الانجليزي بيتقسم لحاجتين، يا اما فعل منتظم يا اما فعل غير منتظم. طيب وايا كان بقى هو منتظم او غير منتظم، فكل واحد من دول هيكون له 3 تصريفات، 1 2 3. ادي التصريف الاول، الثاني، الثالث، اول ثاني ثالث. يعني انا عايز اعرفك بس كده، ده ملوش دعوه بالماضي البسيط، انا بتكلم على الفيربس اللي هو بارت اوف سبيتش، اجزاء الكلام. بشرح لك الحته دي عشان تعرف تشتغل معايا على الجزئيه دي، تفهم ايه يعني ايه رقم 2 ده. فقلت لك والله ان الماضي البسيط ده ينفع يكون منتظم او غير منتظم. ده اللي 3 تصريفات. انا دوري هنا ان انا اجيب التصريف الثاني من هنا والتصريف الثاني من هنا. المنتظم جميل قوي لان احنا بنزود له حرف الدي او الاي دي او الاي اي دي، ده المنتظم. يعني بشكل عام كده اي فعل منتظم بنزود له اي دي وخلاص. مشكلتك مع الافعال الغير منتظم. طيب تعالى بس خلينا في المنتظم الاول كده ناخد عليها مثال، بعد كده نرجع للغير منتظم. ده معناه ان انا لو جيت لك في مثال زي ده كده وقلت لك يا دكتور انا عايزك تقول لي انا فتحت الكتاب، انا قرات الكتاب، انا شاهدت خلاص التلفاز. فمثلا اقول كده، يعني ايه يشاهد يا شباب؟ برافو. يعني واتش. يعني ايه يلعب؟ بلاي. يعني ايه يفتح؟ اوبن. الناس دي كلها اللي هي ان كانت واتش او بلاي اوبن دول كده فعل في المصدر. انا بقى عايزهم تصريف تاني عشان هم منتظمين، بلايد اوبن، كلهم خدوا اي دي عادي. يعني الكوليكشن اللي قدامك ده ما هو الا افعال منتظمه خدت اي دي، فكل نازل تصريف تاني، حط قبلها اللي يريحك بقى. يعني انا ينفع اقول I watched, he watched, they watched, علي watched, نهى watched, ادم watched. كل الناس تنفع مفيش مشكله، لان كل دول كده في الاول وفي الاخر اسمهم عندي السبجكت اللي هو الفاعل. ده كده لما نكون بنتكلم على فعل ايه؟ منتظم. يبقى الافعال المنتظمه كلها تاخد اي دي او دي او اي دي، ده الريجولار فيرب اللي هو الافعال المنتظمه. يعني اجي هنا كده اقول لك والله التصريف ده كده في منه منتظم، ده اللي انا شرحته لك دلوقتي، مش محتاجه من التصريف الثالث بتاعه. حتى برغم ان هو شبه هو بياخد اي دي برضه، بس انا ماليش دعوه، انا عايز الثاني اللي هو المنتظم ده. طيب تعالى بقى نتكلم على الناحيه الثانيه اللي هو الغير منتظم. برضه هو ليه كام تصريف يا مستر؟ برضه 3، بس انا محتاج منه الكام؟ الثاني. للاسف ده بقى ملوش قاعده. الافعال الغير منتظمه تحفظ كما هي، عشان كده في الكتاب بتاعك ايا كانت مرحلتك هتلاقي دايما في اخر كل كتبي
حاطط قاموس صغير بكل الافعال الارجولار عشان لما تدور على الفعل غير منتظم تلاقيه جوه وتجيبه على طول. ليه بقى؟ لان ملوش قاعده. يعني مثلا لو انا جيت اديتك كلمه زي كلمه جو، فماضي جو وينت، كلمه اتغيرت خالص. طب كم بقت كيم، طب بوت او ريد بقت بوت. ايه ده؟ ممكن شكله يا مستر يتغير خالص، يعني الجمله الفعل شكل الفعل خالص يتغير حرف واحد يفضل زي ما هو ثابت. فعلى بقى ناخد امثله على الغير منتظم. يعني مثلا ممكن اقول لك مثلا زي كلمه جو، هل اقول جو؟ لا طبعا هقول وينت ذهب. هقول كم؟ لا هقول كيم. هقول باي؟ لا هقول بوت. وبرده بنفس المبدا. بص كده نفس الناس دي كده اهي هتيجي مع نفس الضمائر، مع الاي، مع الهي، مع الشي، مع الزي، مع كلهم زي ما هم قالوا. يعني ينفع اقول اي وينت، هي كيم، زي كيم، علي بوت، مش فارقه كله زي بعض. اهم حاجه ان نسبه تصريف كام؟ تاني. بس الحاجه الوحيده المختلفه ان ده كان منتظم وده ايه؟ غير منتظم. طب انت عرفت منين؟ ما واضحه قدامك اهو، المنتظم اخره ايه دي، اما الغير منتظم احفظ كام اهو. يبقى انا كده خدت تاني حاجه في الزمن. يبقى اول حاجه الماضي البسيط يعبر عن شيء حدث وانتهى في الماضي، بيتكون من الفاعل اللي هو كل الضمائر وبعد تصريف تاني. التصريف التاني بيكون حاجه من اتنين. تعالى بقى لو انت ذاكرت المضارع البسيط بتفاصيله هتلاقي ان هو شبه الماضي البسيط في بعض الحاجات. ازاي؟ المضارع البسيط كان بيتنفي بثلاث حاجات، وكمان الماضي البسيط بيتنفي برضه بثلاث حاجات. يعني لما اجي اكلمك هنا عن نيجاتيف، كلمه نيجاتيف اللي هو النفي، اقول لك والله ان الماضي برضه بيتنفي بثلاث حاجات زي المضارع البسيط بالظبط. اول حاجه بننفي بيها الماضي البسيط اسمها didn't، وبنفس المنطلق لو انت قلت لي didn't وسكت اقول لك الاجابه غلط، لان لازم تقول لي كده قبل didn't بيجي فاعل شيء مفروغ من امره. اهم حاجه اللي بعدها اسمها didn't والمصدر. يبقى انت مش هينفع تنفي بمصدر غير لما يكون في كلمه didn't، مش هينفع تنفي بمصدر غير لما تلاقي كلمه didn't. طيب ايه تاني؟ wasn't weren't. ادي wasn't وادي weren't. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ تعال نشوف. 1 2 3 4، ادي 1 2 3. دي بيجي قبل منها اربع حاجات اللي هو الاي او الهي او الشي او الات او اي اسم مفرد. اما ده تيجي مع الوي واليو والزي او اي اسم جمع. المهم ايه؟ ان يجي بعد منهم اسم وصفه. لو انت بتاخد مضارع بسيط فهتفهم انه كان ساعتها امنت وازنت وارنت اسم وصفه، دونت ودازنت والمصدر. النهارده بنتكلم في ديدنت والمصدر، وزنت وورنت اسم وصفه. وكمان هنضيف لك كمان نفس الكلمه بتاعتك اللي انت فاكرها لو فاكر، يعني ده الفاعل بتاعك اللي هو نيفر، فاعل وبعدها نيفر، بعدين يجي التصريف الثاني. يعني بالراحه كده، المضارع البسيط ليه ثلاث طرق للنفي. يبقى هنا في الماضي البسيط عايز تكون جمله ما يفرقش معايا شكل الفاعل، ايا كان شكله يهمني تجيب لي تصريف ثاني. ده تكوين جمله الماضي البسيط. لما تحب تنفي الماضي البسيط دايما بص على اللي بعد النقط، على حسب اللي بعد النقط نختار. لو كان مصدر هيبقى didn't اسم وصفه وزنت ورن، تصريف ثاني نيفر. تعال اديك مثال. لو انا جه قال لي هنا كده اهو ضحى، عشان بتزعل بتقول لي ما بتجيبش اسم في الفيديوهات، ضحى نقط مثلا رن، ان شاء الله كده يطلع لها كلب ولا اي حاجه، ما علينا. طيب وقال لي هنا ضحى نقط وينت تو سكول، وقال لي هنا كده ضحى نقط ليزي. طيب تعال نشوف هنا اهو. انا بالنسبه لي ان كانت ضحى هنا او هنا او هنا في الثلاث حالات فهم هنا اسمها سبجكت يعني فاعل، وانا دلوقتي بفكر ان انا اعمل نفي، فماليش دعوه بضحى اصلا، ماليش دعوه بضحى اللي هو السبجكت. انا هبص على اللي بعد النقط هو اللي هيحدد معايا. طيب تعال نشوف هنا مين الكلمه دي؟ دي ران يا مستر. ران دي عباره عن فعل فين يا دكتور؟ فعل في المصدر. ده لو كان مضارع كنت استخدمت لها دونت ودازنت، بس بما ان هي ماضي فانا هستخدم لها الكلمه الجديده اللي هي اسمها didn't. فبقت didn't. يبقى ضحى في الاولاني خدت didn't عشان ضحى، عشان في فعل في المصدر. طيب هنا برضو ضحى بس جه بعدها وينت، وانت تصريف تاني لو انت مذاكره من شويه اهو ماضي جو يبقى وينت، فساعتها هتحط كلمه نيفر لان التصريف الثاني بياخد نيفر اهو. طيب هنا ليزي، يعني ليزي يعني كسول. طب دي صفه، طب هنعمل ايه مع الصفه؟ الصفه يا سيدي بقى هنحط لها كلمه اسمها، برافو ركز يلا، wasn't. يبقى ضحى في الثلاث حالات مره خدت didn't ومره خدت never ومره خدت wasn't، ولكن هي مشكلتي مع اللي بعد النقط مش مع اللي قبل النقط. في الماضي البسيط في تكوين الجمله برضه ما يفرقش معايا لان محتاج تصريف ثاني، يبقى هنا تصريف ثاني، هنا ثلاث طرق للنفي. طيب كده احنا خدنا ايه لحد دلوقتي؟ لو انت مركز معايا كده احنا كده خدنا ازاي نكون الجمله، ازاي ننفيها. طيب ازاي نعملها سؤال بقى؟ دي الحاجه رقم 4. تعالى يا سيدي بقى اقول لك نعملها سؤال ازاي. انا عشان اعمل السؤال وهتبقى دي الحاجه رقم 4 يعني، هقول لك ان السؤال بتاع الماضي البسيط ليه شكلين. يبقى لو انت مركز النفي ثلاث طرق لو انت خدتهم اهو، 1 2
3. اما السؤال هيبقى ليه كام طريقه يا ابني؟ 2. ايه بقى الفرق بين السؤالين دول؟ تعالى اقول لك. مين الكلمه دي؟ ديد، بيجي بعد ضد الفاعل. فاهم يعني ايه فاعل الاول؟ يعني كل الضمائر. يعني ينفع اقول هنا اي وهي وشي وات وي وزي بعد كلمه ديد دي على طول. حلو، كلام جميل. اهم حاجه في ديد ان يكون برضو معايا الفعل فين؟ في المصدر. طيب مين الكلمه دي؟ ووز. ومين الكلمه دي؟ وير. الاثنين بيجي بعدهم برضو الفاعل، بس ووز بتيجي مع الاي والهي والشي والات، اما وير بتيجي مع الوي واليو والزي. وبعدين برضو نحط الفعل فين يا ابني هنا؟ نحط الفعل في المصدر. حلو جدا اهو. انا اسف، مصدر ايه يخرب بيوكم؟ لا، هنا بقى عاوز اولا نحط اسم وصفه. طيب يبقى انا هنا كده وانا بحل السؤال، تعالى كده عشان بس ايه ناخد مثال على السؤال ده عشان نفهم المستر قصده ايه. لو هو جالي في الامتحان وكتب لي كده نقط يو، حلو يا ابني؟ طيب في الحاله دي انت رايك تختار كلمه وير لان هي يو بتاخد وير، ولا ديد؟ ايه رايك؟ الاثنين صح، لان اليو دي بتاخد ديد واليو دي بتاخد وير، هو نفس الفكره. طب لا، اما اعمل لك مثلا كده نقط هي، فساعتها اقول لك تاخد كلمه ووز ولا كلمه ديد، وبرده الاثنين صح، لان ديد بتيجي مع كل الضماير، ووز بتيجي مع ليه والشولات، وير بتيجي مع ليه ازاي. طيب هنا الاجابتين صح، اقول لك لا، ما انا هحللها لك فوق اهو بقى. ووز وير بنختارها لما نلاقي بعد الفاعل هنا اسم وصفه، ده الفاعل. تبص على اللي قبله يقول لك مين اللي بعده، نفس الكلام ده الفاعل. تبص على اللي قبله يقول لك مين اللي بعده. يعني انا لقيت هنا فعل في المصدر وماضي يبقى محتاج ديد، لقيت اسم وصفه يبقى محتاج ووز وير، والعكس صحيح. لو لقيت ووز وير احط انا اسم وصفه، لقيت ديد احط انا مصدر. يبقى انا هنا في السؤال ده كده مثلا كتبت لك كده سليب ايرلي او سليب ليت، اما هنا مثلا خليها هابي. ايه الفرق بين فوق وتحت؟ تعال نشوف كده ايه الفرق بين السؤال اللي فوق والسؤال اللي تحت. السؤال اللي فوق جه بعد النوت سليب، فعل فين ده؟ في المصدر، يبقى من غير نقاش هتاخد ديد، برافو عليك. طب تحت هنا هابي عباره عن صفه، بما ان هي صفه يبقى ناخد ديد؟ لا طبعا ديد عايزه مصدر، يبقى ناخد ووز. يبقى الماضي البسيط جملته شكل واحد، تصريف تاني مع كل الضمائر، نفي وثلاث طرق على حسب اللي بعد النقط، سؤاله طريقتين على حسب اللي بعد الفاعل، يقول لك ايه اللي قبل الفاعل. كده احنا خدنا كام حاجه؟ 4: استخدام، تكوين، نفي، سؤال. باقي الكلمات الداله. ايه الكلمات الداله دي؟ الكلمات الداله دي عباره عن مجرد علامات دلاليه. يعني ايه علامات دلاليه؟ يعني حضرتك او حضرتك اول لما تشوفها بتعرف احنا في الماضي. يعني ايا كانت مرحلتك الدراسيه فطبيعي انك مش تاخد ماضي بسيط بس طول السنه، في زمن تاني مضارع بسيط، مضارع مستمر، ماضي بسيط، ماضي مستمر. فعشان نفرق بين الازمنه دي وبعضها في الاجابات حطينا لك لكل زمن كلمات داله. يعني انت معالي حضرتك اول لما تشوف الكلمه المحترمه دي اللي هي اسمها، حاول تشتغلها كده، يلا برافو، تمام ممتاز. يسترداي، يعني ايه يسترداي؟ يعني معناها امس. انا لو شفت كلمه امس دي في اول الجمله او اخر الجمله يبقى تبع الاستاذ الماضي البسيط، محتاج تصريف تاني او محتاج نفي من الثلاث طرق او محتاج سؤال من الطريقتين دول. ادي اول كلمه. يليها تاني في كلمه اسمها لاست. لاست يعني الماضي، وبعد اذن حضرتك لاست اللي هي بمعنى الماضي دي ما تنساش ان بيجي بعدها الوقت. يعني لما يجي الوقت يجي كده لاست ويك، لاست يير، يبقى لاست الوقت بيجي قبلها. طب انت ليه بتقول كده؟ بقول كده عشان انا عندي كلمه تاني اسمها اجو، وكلمه اجو دي يا مستر معناها منذ، ودي الوقت بيجي قبلها. يعني اقول لك كده يا بيه ويك اجو، يير اجو، يبقى ويك لاست عكس اجو، الاثنين كلمات داله على الماضي البسيط، بس اجو بيجي قبلها الفتره الزمنيه ولاست بيجي بعدها الفتره الزمنيه، يبقى ستاردي لاست اجو. وعندي كلمه اسمها وانس، وعندي كلمه اسمها ان ذا باست، وعندي ان يجي بعدها اي تاريخ او زمن من 2005 الى 2010 وكده يعني. يبقى الكوليكشن بتاع الكلمات دي كلمات بتدل على الماضي، وانا بحل اتعالي نوت يسترداي، يبقى ساعتها محتاج اقول went، didn't go، او did علي go، ايا كانت الصيغه. يبقى انا كده خدت في الماضي البسيط 5 حاجات. ولو خلصت الفيديو لحد هنا يا ريت تبص على الفيديو اللي جاي بعد كده، هل هو هتقارن بقى نفسك بقى مع المضارع البسيط والمضارع المستمر، ولا هتقارنه مع الماضي المستمر؟ ويلا اشوفكم في الفيديو الجاي على خير.